أهلا بكم. قاد الدولي المغربي نايف أكرد مدافع نادي ويست هام يونايتد الإنجليزي لكرة القدم فريقه للفوز على ضيفه ساوثهامبتون بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما الأحد على أرضية ملعب لندن الأولمبي لحساب الجولة 29 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. ونجح مدافع أسود الأطلس في شباك الضيوف من ضربة رأسية بديعة في الدقيقة 25 لينتظر تأكيد تقنية الفار قبل احتساب الهدف، إذ كانت هناك شبهة حول وجود تسلل. ويعتبر هذا الفوز مصيريا من أجل صراع البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. ويعتبر هذا الهدف هو الهدف الأول لأكراد مع قلعة المطارق، علما أنه غاب لفترة طويلة بسبب الإصابة التي طالته قبل بداية الموسم الكروي الجاري، فيما يعد اللاعب السابق للفتح الرباطي من أفضل المدافعين الذين يتقنون التسجيل بالضربات الرأسية. وعقب هذا الفوز ارتقى ويست هام إلى المركز الخامس عشر برصيد 27 نقطة، في حين تجمد رصيد ساوثهامبتون في 23 نقطة بالمركز الأخير. يشار إلى أن نايف أكرد صاحب 27 عاما قدم أداء جيدا في المباراتين الأخيرتين للمنتخب الوطني المغربي أمام البرازيل والبيرو.